السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة قلب الثالثة شمال. استطاع ريال مدريد التقدم مبكرا عن طريق البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 7. وعاد نفس اللاعب فينيسيوس من خطف الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 10. وهاجم لاعب برشلونة فريق مدريد بعد تلقيهم هدفين ومنع قائم مدريد هدف عن طريق فيران توريس في الدقيقة 14. وخطف ليفاندوفسكي الهدف الأول للبلوغرانا في الدقيقة 33. وعاد فينيسيوس من إحراز الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء. وخطف رودريغو الهدف الرابع لصالح الملكي في الدقيقة 64. شارك ريال مدريد في النسخة الأولى وهو صاحب المركز الثالث في الليغا، ونجح في التتويج باللقب، وأطاح الميرنجي في الدور نصف النهائي بفالنسيا بنتيجة 3-1 ليضرب موعدا مع أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية. وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، ليتوج ريال مدريد باللقب بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-1. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.